ازيكم يا شباب؟ في جدل مثار في الفترة دي في مجال الاي تي ومشادات حاصلة على السوشيال ميديا انه في حد بيقول ان مجال الشبكات بينتهي وان سيسكو انتهت وانه اهرب بسرعة وروح للديف اوبس. ديف اوبس المستقبل جاي للديف اوبس والمرتبات بتاعت الديف اوبس اضعاف المرتبات بتاعت النتورك، وانه انا كنت نتورك ووصلت لمستوى عالي في النتورك واتجهت للديف اوبس حسب تجربته. وفي ناس بترد عليه وبتقول ان انت بتثير الجدل عشان تسوق لكورس الديف اوبس اللي انت عامله. هو عامل كورس ديف اوبس وكلاود، بس كلاود خاصه بالديف اوبس مش الكلاود عموما. فهم بيتهموه ان هو بيسوق للكورس ده وان مجال الشبكات زي الفل ومفيش اي مشكله والحياه جميله واستحاله ان مجال الشبكات ينتهي. وفي نفس الوقت برضه هو بيرجع يرد عليهم ويقول ان انتوا يا اما مضللين بتتعمدوا تضلوا الناس، او ان انتوا جهله، او انتوا مش ابديتد باللي بيحصل في العالم. بعيد عن هذه المشادات والخلاف اللي حاصل، انا ما يخصنيش وانا مش طرف فيه ومش حابب اخش طرف فيه، وانا مش جاي عشان اقول ده صح وده غلط. امال انا جاي ليه؟ انا جاي عشان اكلم الناس اللي في النص اللي تايهه. في ناس كتير تايهه في النص، خصوصا الناس الشباب الصغير اللي لسه بادئ في المجال، والناس اللي بتعمل شيفت كارير برضه ولسه بادئه جديد في المجال. فالناس دي تايهه، بتبعت لي بتقول لي طب احنا نعمل ايه؟ طب احنا نسيب، انا بدات خلاص في الشبكات، طب اسيب الشبكات واروح البرمجه؟ او حتى الناس اللي في البرمجه يقول لي طيب احنا دلوقتي اشتغل كراجل لسه مبتدئ، اشتغل في اللغات التقليديه الشغل العادي اللي هو الجافا والبايثون والكلام ده، ولا انا اروح على طول على الديف اوبس، ولا انا سيبني من القصه دي واروح للاي اي والماشين ليرنينج؟ اروح فين؟ الناس تايهه، الجدل اللي حاصل ده مخلي الناس تايهه. فلو انت من الناس التايهه ده فالفيديو ده ليك. احنا جايين نتكلم في الفيديو ده على نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولانيه ارض الواقع بتقول ايه، بدون تحيز، بدون ان هو لا انا شايف ان ده احسن وانا شايف ان ده مش احسن، لا عايزين نشوف ارض الواقع بدون تحيز بتقول ايه. النقطه الثانيه انه ارض الواقع بتقول ان في تخصصات كتير جدا في الاي تي سواء برمجه او شبكات. طب انا اروح هنا ولا هنا؟ طب امشي ازاي؟ انا استحاله اخد كل الحاجات دي، احدد الرود ماب بتاعتي ازاي؟ دي النقطه الثانيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها. طيب النقطة الأولانية أرض الواقع بيقول إيه؟ أرض الواقع بيقول إن الأي تي مقسوم عندي لشقين بشكل أساسي، يعني في الأول لشقين أساسيين، برمجة وشبكات. برمجة إن أنا من خلال الكودينج أنا هعمل أبلكيشن أو سكريبت أو باتش أو وات ايفر السوفت وير اللي هعمله. والنتورك إن إحنا هنربط الأبلكيشنز دي والدنيا دي ببعضها، فالاتنين بيكملوا بعض. ما ينفعش اقول ان البرمجه هتلغي الشبكات ولا الشبكات هتلغي البرمجه، الاثنين بيكملوا بعض، وفي منطقه كبيره في النص مشتركه ما بينهم. يعني في حاجات كتير في البرمجه بحتاجها في الشبكات، وفي حاجات في الشبكات بحتاجها في البرمجه. على سبيل المثال الكلاود مثلا، الكلاود هو تخصص في الشبكات. وخد بالك برضه هنا عشان في ساعات ناس تقول لي خلاص الشبكات راحت البديل بتاعها الكلاود. لا، مش البديل بتاعها الكلاود. الكلاود تكنولوجي جوه الشبكات بنستخدمها في الاساس عشان اعمل سيرفرات ادير من خلالها الشبكه بتاعتي. فهنا بيجي في البرمجه يقول لي طيب ما انا هستفيد برضه من قصه الكلاود دي، ان استخدم الاجهزه دي ان انا اران عليها الابلكيشن بتاعي. في استخدام ثالث برضو للكلاود ان هي ستورج، اللي انا هستخدم ابلكيشن ولا سيرفرات انا هستخدمها ستورج، احط عليها الداتا بتاعتي. ففي منطقه مشتركه، حاجات هنا بحتاجها هنا وحاجات هنا بحتاجها هنا، والاثنين بيساعدوا بعض والاثنين بيكونوا المجال بتاع الاي تي. فما ينفعش اقول ان مجال البرمجه هيلغي الشبكات او الشبكات هتلغي البرمجه. طب امال ايه الدنيا؟ ان هو دلوقتي مثلا حد يقول لي طيب السويتشات وراوترات ومش هيبقى في سويتشات وراوترات، او ان مش عارف. لا، الموضوع الفكره كلها ان الموضوع بيتطور، العمليه تطور طبيعي، تطور طبيعي سواء برمجه وتطور طبيعي سواء شبكات. يعني مثلا انا عندي لما نيجي نتكلم مثلا في البرمجه ان هو بتظهر عندي حاجات جديده. يعني انا عندي اللغات التقليديه مثلا زي الجافا والبايثون والكلام ده، انت كل فتره بتظهر لغه بتغطي على اللغه اللي قبلها، صح ولا مش صح؟ ويبتدي يظهر عندي حاجات جديده زي الديف اوبس او زي الماشين ليرنينج او الاي اي او كذلك برضو في الشبكات في تطورات بتحصل. في حاجه اسمها اوتوميشن جايه لسه واحده واحده بنخش في موضوع الاوتوميشن ده. الاوتوميشن ده بيقول لي ان احنا هنلغي الشكل التقليدي بتاع السويتش والراوتر، وهيبقى في عندي جهاز بديل منه، اجهزه الربط اللي هي ما هياش سويتشات وراوترات بالمعنى التقليدي. وممكن اسيب لكم لينك لتوضيح اكتر لقصه الاوتوميشن ده لانه مش وقته نتكلم هنا. فمثلا دي التكنولوجي اللي جايه في قصه الايه؟ النتورك. ما ينفعش يا جماعه
نحصر النتورك في شركه واحده زي سيسكو. لا بالعكس، موضوع الاوتوميشن اللي انا بكلمك عليه ده معتمد اعتماد اساسي ان ما يبقاش في شركه معينه زي سيسكو او غيرها هي اللي مسيطره على الشبكه بتاعتي. لا، انا براحتي اعمل اللي انا عايز اعمله في الشبكه بتاعتي. وبعدين بعد كده كمان مش قصه اوتوميشن بس، انا في عندي تخصصات جوه الشبكه بتاعتي. يعني الاوتوميشن ده في ازاي ادير. طيب بعد ما ديرت في عندي اجهزه، في عندي تخصصات بقى، في عندي سكيورتي، في عندي كلاود، في عندي فويس، في عندي حاجات تخصصات كتيره. هروح فين بعد كده؟ فالفكره تاني يا جماعه عشان ما نتشتتش، انه برمجه مش هتلغي شبكات ولا شبكات هتلغي برمجه. القصه كلها ان تطورات بتحصل، واحنا لازم نبقى ابديتد بالتطورات اللي بتحصل دي سواء برمجه او شبكات، ولازم احدث نفسي طول الوقت، ولازم برضو اخد الامور ستيب باي ستيب. انا ما ينفعش اجي حد يقول لي انا عايز اخش في السكيورتي مثلا مره واحده كده على طول. يعني لما يجي يقول لي سكيورتي، طب اقول له انت سكيورتي الاول هتروح فين في السكيورتي؟ يقول لي انا اروح في النتورك. طب هتروح فين في السكيورتي بتاعت النتورك؟ انا عايز اروح في القصه بتاعت البين تيستنج، البنتريشن تيستنج. جميل، اللي هو اختبار اختراق الشبكات يعني. طيب حلو، بما انك هتروح في الحته دي في مراحل لازم تعدي عليه. انا لازم ابدا الاول اشوف انا دلوقتي لازم افهم الشبكه بتاعتي دي متكونه من ايه ومربوطه ازاي وبتدار ازاي وايه وسائل الحمايه بتاعتها وازاي اخترق وسائل الحمايه دي. فانا لازم افهم الشبكه الاول عشان ابتدي اشتغل على قصه اختراقها. فالامور يا جماعه لازم تتاخد ستيب باي ستيب، وكل شويه في تطورات. فالخلاصه بتاع النقطه دي انه يا جماعه لا الشبكات هتلغي البرمجه ولا البرمجه هتلغي الشبكات. القصه كلها تطويرات وبتحصل، ولازم ابقى ابديتد بالتطورات دي وابتدي احدد الرود ماب بتاعتي اللي همشي عليها. ودي النقطه الثانيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها، اللي هو ازاي احدد الرود ماب بتاعتي. انا مش هروح ازاي، لان خد بالك اللي ينفع ليا غير اللي ينفع ليك غير اللي ينفع ليك. فانا لازم اشوف انا الدنيا بتاعتي ايه. احنا امكانياتنا النفسيه والعقليه والذهنيه والماديه وغيرها كلها دي عوامل بتؤثر ان انا هشتغل هنا ولا هشتغل هنا. يعني ايه اللي بيحصل؟ بيجي حد يروح فاتح موقع من المواقع ويقول لك بص شوف السكيورتي اعلى مرتبات، او بص شوف الديب اوبس اعلى مرتبات، او شوف اعلى مرتبات. القصه مش مين اعلى مرتبات، القصه انا هقدر انجز ولا لا. يعني الموضوع ما ينفعش ان انا ابص على السالري وخلاص، لا ما بتتحسبش كده يا صاحبي. يعني هنخلي لكم الفيديو ده اسمه ما بتتحسبش كده يا صاحبي. جميل، فهي ما بتتحسبش كده فعلا. انا مبلغ هنا كبير قوي، بس هل انا هقدر انجز واقدر اوصل للمبلغ ده ولا ما اقدرش؟ ما انا مثلا تعالى اضرب لك مثال. لو افترض ان في عندي دكتور، تمام، وفي اي حد حرفي ميكانيكي مثلا، مش بقلل من حد، جميل، بس ممكن يبقى الميكانيكي ده ماديا واجتماعيا احسن من الدكتور. ليه؟ الراجل ده حابب شغلانته وطور فيها وبقى عنده مركز صيانه او مش عارف ايه، والدكتور كان داخل الطب وهو مش حابب، اهله كارهينه مثلا ان هو يخش، فهو مش حابب المجال فمش قادر ينجز فيه، فبالتالي مش هيقدر يبقى حاجه فيه. فهنا القصه مش اختيار المجال ان انا بدل دخلت طب يبقى انا لازم ابقى طب، لا، انا هقدر انجز في الطب ولا مش هقدر. المشكله مش في الطب، المشكله في انا هقدر انجز ولا لا. فكذلك تعالوا كده للكلام اللي احنا بنقوله. انا ما ينفعش حد يجي يقول لي خش ديف اوبس عشان ديف اوبس اغلى، او خش السكيورتي عشان السكيورتي اغلى. لازم اشوف انا الاول نفسي انا هقدر انجز في القصه دي ولا لا. يعني برضو تاني لما يجي حد يقول لي باشمهندس انا عايز اخش سكيورتي مثلا، فاقول له طيب خد الامور ستيب باي ستيب، وبعد كده شوف قرر انت هتقدر تنجز في السكيورتي ولا لا، واحده واحده. لانه في تخصصات كتير، ولو هو تخصص واحد ما كانش كل الجدل ده حصل، تمام. فبالتالي هنا انا لازم احدد بنفسي الرود ماب بتاعتي، انا هبدا في ايه وهدخل في ايه وهخش في ايه. ما ينفعش اسال حد، لان كل ما هسال حد هيديني اجابه مختلفه. حد هيقول لي ديف اوبس، حد هيقول لي ماشين ليرنينج، حد هيقول لي لا خليك في التراديشنال نتورك، لا روح استعد دلوقتي وخش في الاوتوميشن، لا خش. كبيره قوي الدنيا، فكل واحد هيبقى له راي ووجهه نظر. طب انا اعمل انا ايه عشان احدد الروت ماب بتاعتي؟ انا اللي لازم احدد حسب طبيعتي انا، حسب ما انا عايز. طب اشوف ازاي، اعرف ازاي انا لسه راجل مبتدئ وببدا في الدنيا دي؟ اليوتيوب مليان شروحات لكل الدنيا بالعربي وبالانجليزي وبكل اللغات. انا دلوقتي عايز احدد انا رايح فين. مبدئيا رقم واحد انا لازم احدد انا رايح برمجه ولا رايح شبكات، انا حابب مين فيهم. طب اعرفها ازاي؟ اليوتيوب، بص على الشروحات. مش لازم هاخد كورسات دلوقتي، لسه ميعاد الكورسات ما جاش، لكن هبتدي اشوف الناس بتوع الشبكات دول بيقولوا ايه، الناس بتوع البرمجه دول بيقولوا ايه. طيب الدنيا هنا، طب انا حاسس نفسي هنا اكتر ولا هنا اكتر؟
فابتدي رقم واحد احدد انا عايز برمجه ولا شبكات. طب انا حددت برمجه، طيب ابتدي ابص اشوف كده الكارير بيقول ايه في البرمجه، ان انا المفروض ابدا مثلا بلغه برمجه زي البايثون او الجافا او كذا، وبعدين ابتدي اروح لكذا، ولا انا اروح على طول على الديف اوبس واروح على الماشين ليرنينج. ابتدي اشوف الدنيا، احدد انا عايز ايه، اشوف واسمع، اشوف الشروحات، مش اسمع بس مجرد اراء، لا خش انت بنفسك كانك هتدرس الكورس واسمع شوف. ما هو ممكن حد يقول لك سيبك من ده كله خليك في الماشين ليرنينج مثلا، طب انا اخش ماشين ليرنينج مش فاهم حاجه او حاسس ان مش هو ده اللي انا حابه. انا ممكن اسمع مثلا كورس حاجه ثانيه خالص سي ان ايه، فيبقى حابب الشغل بتاع السي ان ايه مش حابب الشغل بتاع الماشين ليرنينج. انت اللي تحدد بنفسك. فشوف، خش وشوف ده، ودي اصعب مرحله خد بالك بالنسبه لك، لانه المرحله دي انت لازم تحدد بنفسك، ما ينفعش حد يحدد لك. لازم تشوف انت تقدر تنجز في ايه، تقدر توصل في ايه عشان تفضل مكمل. لان انا مش كل شويه هغير شيفت كارير، يعني ما ينفعش اروح حد يقول لي خش ديف اوبس فخش، انا بدي كمثال مش قصدي ديف اوبس عموما اي حاجه يعني، حد يقول لي سكيورتي فانا هروح السكيورتي. طب انا حسيت ان انا مش قادر امشي في السكيورتي، لا خلاص. طب حد بيقول ان هو الفويس افضل مرتباته احسن، هروح للفويس. طب حد بيقول لي الكلاود، فانا مش هفضل اتنطط، انا لازم احدد انا عايز ايه، ما ينفعش اضيع وقت. فاصعب خطوه هي الخطوه دي اللي هو احدد الرود ماب بتاعتي، ولازم تحددها. هي صعوبتها في كده ان هو لازم انت تحددها بنفسك، ما ينفعش تيجي تقول لي انا هخش ايه، لا انت اللي لازم تحددها بنفسك. وبعد ما تحدد انا الرود ماب بتاعتي ايه، انا همشي في الدنيا دي، ابتدي دور بقى على منتور، يعني حد يكون سابقك في المجال دوت وتبتدي تمشي وراه. لا اروح ادور على منتور، مش انت قلت ما تسالش حد، ما تسالش حد وانت بتحدد انت هتمشي ازاي، لان كل واحد هيقول لك اتجاه مختلف. لكن بعد ما حددت اتجاهي، شوف بقى حد مشي في الاتجاه ده قبلك وسبقك، وابتدي اشوف الناس دي اقول له طيب انا الخطوه بتاعتي، عشان يسهل يعني عليك الموضوع ويوقفك على رجلك بسرعه. فخلاصه الكلام يا جماعه انه رقم واحد، الشبكات مش هتلغي البرمجه ولا البرمجه هتلغي الشبكات، والمجال كبير وواسع وبيتطور بسرعه ولازم ابقى ابديتد. وانا صعب ان انا ادرس كل الحاجات اللي موجوده دي سواء برمجه او شبكات، انا لازم احدد الرود ماب بتاعتي ولازم احددها بنفسي. خش وشوف شروحات وشوف كذا وابتدي حدد انت حابب ايه او انت هتقدر تنجز في ايه، وابتدي حدد الخريطه بتاعتك هتمشي ازاي، وابتدي شوف حد يساعدك بقى انك تحقق الخريطه بتاعتك اللي انت حققتها دي. اتمنى تكون الدنيا وضحت معاكم افضل، ولو في عندكم اي استفسارات ممكن تسيبوها لنا على الرقم اللي موجود على الشاشه دلوقتي على الواتساب. اشوفكم على خير.